هاي لكل مامي بتسمعنا. النهاردة هنقدم وجبة من الأكلات اللي كل الأطفال بتحبها جدا، وهي شوربة الخضار. وده طبعا بعد ما أكون جربت مع الطفل كل نوع لوحده. بمعنى إني الأول بجيب الكوسة لوحدها، لو مفيش منها مشكلة مع الطفل يبقى كده تمام. وبعدين بجرب معاه الجزر لوحده، لو متعبهوش برضو يبقى كده تمام. وهكذا في كل نوع. وبكده أقدر أعمله وجبة مفيدة ومختلفة وبتتكون من كذا صنف. وزي ما احنا شايفين معانا جزر وبطاطس وكوسة، غسلناهم وقشرناهم وقطعناهم شرايح زي ما احنا شايفين عشان يبقوا سهلين في السوا ويستووا بسرعة، وكمان سهلين في الهرس ويتهرسوا معايا بسرعة. ودلوقتي هنحطهم في مية على نار علشان يستووا. بس محتاجة اقول ملحوظة كده، البطاطس من الاكلات الممسكة. لو انا طفلي عنده على طول امساك فممكن اقلل كمية البطاطس عن كمية الجزر والكوسة. طب لو انا عندي طفلي على طول عنده اسهال فبعمل ايه؟ بقلل كمية الكوسة عشان الكوسة مليانة الياف وممكن تزود الاسهال. ويلا بينا نحطهم في مية ونشوفهم هيحصل ايه بعد كده. ودلوقتي بعد ما شوربة الخضار استوت هنضربها في الخلاط، وده هيكون شكلهم بعد الهرس. وبكده تبقى جاهزة للتقديم للطفل، وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا.